في صفقة مفاجئة نجم المنتخب المغربي السابق حكيم زياش في صفقة قوية لنادي الدحيل القطري. ساحر أمستردام حكيم زياش وساحر المنتخب المغربي وأحد أركان الملحمة القوية المغربي بمونديال قطر يعود لقطر مرة أخرى، ولكن عن طريق بوابة نادي الدحيل القطري. اللاعب في صفقة يمكن مفاجئة أكثر من ما هي قوية للعديد من الجماهير، ولا أتحدث عن رأيي أنا الخاص، ولكن اللاعب الذي حدثت له العديد من المنعرجات والمنحدرات في مسيرته بعد وصوله نادي تشيلسي مرة أخرى إلى غلطة سراي، حيث حدثت له العديد من المشاكل مع المدرب، رغم أن اللاعب محبوب الجماهير والذي عبر العديد من الجماهير التركية عبرت عن غضبها واستيائها عن رحيل اللاعب عن ناديهم، والذي حظى بأوقاته الممتعة وأهدافه الرائعة رفقتهم بالبطولة التركية. اللاعب في سن 31 يذهب إلى الدحيل القطري. هل تكون محطة مهمة للاعب المغربي للعودة مرة أخرى للصفوف المنتخب المغربي وكتيبة وليد الركراكي قبل كان 2025 بالمغرب؟ كان يطمح العديد من المغاربة للفوز بهذا اللقب وبقائه في المغرب. هل تكون هذه محطة لعودة اللاعب للمستوى الدولي؟ اكتبوا لي أنتم في التعليق. لا تنسوا أيضا متابعتي زياد بن يوسف.